أي شغف وأي إرادة وأي عزيمة في الشدائد يملكون، أي روح وأي همم وأي وحوش في دواخلهم يستخرجون. قالوا استسلموا وخرجوا وانتهت الحكايات وأسطورة السبعة أرواح. قالوا حظ وشعوذة وحكام، هكذا كل موسم يرددون. لا جديد يذكر وقديم يعاد، 90 دقيقة طويلة جدا في سانتياغو برنابيو. الداخل مفقود والخارج موعود. تحدثوا عن ثأر قديم وتصفية حسابات. استعادوا ذاكرة الماضي وقالوا انتهت الحكايات. هي أضغاث أحلام وأوهام لمن لا يعترفون أنها جينات الأبطال. دروس كروية مجانية تتكرر كل موسم لمن أراد أن يعتبر. تحد صارخ لقوانين الطبيعة ومنطق ومسلمات كرة القدم. لا يعترف بالأرقام على اختلافها، بل يصنعها لنفسه. إنه الملكي سلطان اللعبة وكبير الأندية الأوروبية والعالمية. في ليلة من ليالي الأبطال الساحرة وفي مشهد مكرر لسيناريوهات 14 وما قبلها، قلب ملوك الريمونتادا الطاولة على من خالوه البعبع المخيف، ليتحول في لمح البصر إلى حمل وديع في قبضة وحش كاسر لا يعرف أي معان للرحمة. لحظات مثيرة وبديهية وطبيعية عند روادها، ولكنها ساحرة ومخيفة في نظر كل متشائم ينتظر سقوط مدريد. النادي البافاري، وبعدما كان قريبا من إنقاذ موسمه الصفري ومحاولة تتويج هدافه سيء الحظ هاري كين بأول ألقابه، تمنعت وانتهت الأحلام. قمة كروية ومباراة تاريخية شهدتها جماهير العملاق الإسباني، ليضرب الملكي موعدا مع بروسيا دورتموند في نهائي ويمبلي. لن تكون مواجهة أسود الفيستيفاليا سهلة كما يعتقد الكثيرون، لكن رحلة 15 التي يناخ فيها الملكي حامل اللقب مانشستر سيتي وأعاد البافاريين إلى ميونخ خالي الوفاض تبدو أقرب أكثر من أي وقت مضى من تزيين خزائن القلعة الأسطورية سانتياغو برنابيو. تألق فينيسيوس جونيور وحول دفاعات بايرن ميونخ إلى حديقة منزله. تماسكت الخطوط وكان لونين بحجم الثقة والتحديات. ظهر عراب البطولات وزج بأوراقه الرابحة، وكان النتاج ثنائية ذهبية، وفي الوقت القاتل من الإسباني خوسيلو كانت كافية لحجز مقعد في نهائي الأحلام. قطار مدريد أو قطار الموت دهس كل من يعترض طريقه، وفي الموعد الكبير كلما طلب للنزال مهما كانت قوة خصمه. زعيم الأندية وقصة مجد كتبت وتستمر بالأمجاد والألقاب. انتهت المعركة ولم تنتهي الحرب بعد. جماهير الميرينغي تردد بعد إسقاط أشجار ميونخ بروسيا دورتموند، أو دعونا نقول 15 نحن قادمون. حكيم الزايري عن قناتكم كورة وبس. إن لم تكن مستحيلة وبسيناريوهات مجنونة فلن تعرف الطريق أبدا إلى مدريد. وإن لم تجبر الخصوم على تغيير الجلد في المواعيد الكبرى لتفعل بهم قصرا ما تريد، وإن لم تضرب التوقعات والترشيحات عرض الحائط، فلا شيء في الأمر قط جديد. افتخر فأنت ملكي، وعلى جبينك النصر قد كتب بخط عريض. قيل عبثا أن جحيم الاتحاد سيحرق الضيوف وليس التأهل عن أصحابه ببعيد، فجاء الرد قاسيا كعادة أسياء البطولة لتكريس العبارة القائلة هناك أندية وهناك ريال مدريد. في ليلة عصية وعصيبة قدم فيها مانشستر سيتي دروسا بالجملة في الضغط وصناعة الفرص، حاول بيب غوارديولا بشتى الوسائل إنهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي. استعان بكل أسلحته المتاحة
لكن صمود الملكي كان الدرس الأهم والأبرز ليقضي بركلات الترجيح على أحلام حامل اللقب ويضرب موعدا حارقا مع بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال. 120 دقيقة شكلت تحديا حقيقيا لأبناء كارلو أنشيلوتي على ملعب لم يعرف فيه الملكي طريق الفوز من قبل، لكن إرادته بوضع حد لمسار حامل اللقب في البطولة كانت أكبر من عزيمة أبناء مانشستر في قطبها الأزرق، فالانتقام يكون لذيذا عندما يؤكل على صحن بارد. المعركة التي باتت عادة مستديمة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية حسمها ملوك أوروبا وحققوا التأهل إلى نصف النهائي للمرة 33 و17 في النسخة الحديثة أكثر من أي فريق آخر، وأثبت أنه لا يهزم من الفريق نفسه مرتين في أدوار خروج المغلوب. فريق عرف جيدا كيف يخطف بطاقة العبور أمام كتيبة مرعبة وجودة أسماء رنانة قيل هي الأبرز في الوقت الراهن في عالم كرة القدم، بالإضافة لدكة بدلاء لا تقل جودة وقوة عن الأساسيين. لكن ريال مدريد يبقى الاستثناء الوحيد في عالم كرة القدم. صمد لونين وكان صاحب اليد العليا في ركلات الحسم، وقدم محاربو الريال مباراة ملحمية ستمهد الطريق نحو 15. تحد صعب في المربع الذهبي أمام النادي البافاري الذي يعتبر المسابقة الأوروبية طوق نجاة وحيد من موسم صفري. جينات النادي الملكي كعادات المواسم الماضية تؤهله دوما لإنقاذ سمعة الإسبان. ودع أتلتيكو مدريد أمام بروسيا دورتموند، وقصة برشلونة انتهت أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ليبقى كبير القوم حاضرا لمواصلة المشوار. ريال مدريد عاد ليذكر الناسين والمتناسين مرة أخرى: شجع من شئت واقتن من القمصان ما تهوى نفسك، ولكن كن متأكدا من أمر واحد: ريال مدريد الثابت الوحيد في عالم كرة القدم ومن حوله المتغيرون. حكيم الزيري عن قناتكم كرة وبس. من حديقة الأمراء إلى قلعة الملوك، مسلسل طويل كان شاهدا على أحداث درامية وتقلبات مثيرة. حلقته الأخيرة اقتربت وتسريبات كواليسها تشير بالخبر اليقين: مبابي لاعبا لريال مدريد في الموسم المقبل، وانتهى الكلام. متابعي قناة كرة بس الأوفياء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لتقديم الأفضل والأروع في قادم المواعيد.